ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صباح الهنا او مساء الهنا على حسب الوقت اللي بتشوفوني فيه. ايه اللي قدامكم ده؟ ايه الجمال ده؟ لا 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 والله جمال. ده الفطير المقلي. الفطير المقلي ابن عم الفطير المشلتت. طعمه تحفة، وما تخافيش لما يقولولك عليه مقلي. اولا مش هيشرب زيت، والله ما هيشرب زيت، وجميل جدا جدا. بس يا جماعة، مش شوية دقيق ومية هما اللي هيعملوا لنا الفطير المقلي. انا عايزة فطير مقلي، يبقى عايزة احس بطعم الفطير وانا باكله. مش هنعمله في شوية دقيق بشوية دقيق ومية وبعدين نقليه في الزيت، انا كده ببقى باكل عيش مقلي. لا معلش، هي المكونات برضو ان شاء الله موجودة في كل بيت. بس هتعمليه بكل حب وكل طعامة، وطعمه وريحته هتكون في حتة تانية خالص وانت بتاكليه. الفطير العادي لما بنعمله بدقيق وميه بيتفرد في السمنه، بيتملي سمنه، فبنحس بطعمه. انما الفطير المقلي ما ينفعش نعمله بدقيق وميه وبعدين نقليه في الزيت وناكله. لا تعالي بقى اقول لك المكونات اللي هتوديه في حته تانية. انا حطيت بيضتين، وحطيت عليهم كيس فانيليا، وحطيت حبة سكر، وحطيت معلقتين كده مؤقتا زبدة او سمنة بلدي، اللي عندك حطيه. يبقى حطيت بيضتين، 2 بيضة او بيضة واحدة على حسب ما تحبي، وكيس فانيليا، وحبة سكر، وحبة سكر ايه تاني يا ربي يا ربي، والكوباية لبن اللي قدامك دي. خلاص، بيضتين، كيس فانيليا، كوباية لبن، وحبة سكر. هننزل عليهم بنص كيلو دقيق، تمام، منخولين كده زي ما قدامك. دي متعدد الاستخدامات، او دقيق، اي دقيق عندك بس يكون نوعه كويس. خلاص، ذرة ملح كده صغيرة، ويلا قلبي كل ده في بعضه. خلي حبة دقيق جنبك، ربما العجينة تحتاج شوية دقيق، طبعا بتحتاج يعني على حسب، فتحطيه قدامك. هتلزق طبعا في ايدك في الاول. بقى كده يا جماعة انا عملت ايه؟ معلش تاني. حطيت بيضتين، وحطيت كيس فانيليا، وحطيت معلقتين 3 سكر، ونزلت عليهم بكوباية لبن. وبعد كده نزلت بنص كيلو دقيق عليه مذرة ملح. اعجني بقى براحتك يا ست الكل. هاتي ودي في العجينة لحد ما دراعك يوجعك كده وتتعبي، والعجينة تتلم معاكي. وحطي على جنب شوية دقيق عشان لما العجينة تلزق في ايدك تشيليها. خلاص. خلاص. انا معرفش، ده هو في ناس بتسميها بغاشة او مش عارفة، انا معرفش طريقة البغاشة. بس لما قلت لحد على الطريقة بتاعتي في الدقيق المقلي، في الفطير المقلي، قال لي دي البغاشة. انا والله ما اعرف يعني ايه بغاشة اساسا، ولا عملناه. حطيت تاني معلقة سمنة كده، بس المفروض تحطيها بدرجة حرارة الغرفة. انا حطيتها ساقعة. لا، انت حطيها بدرجة حرارة الغرفة. بعد ما تعجني كده وتقربي تخلصي، حطي السمنة بدرجة حرارة الغرفة. لو لقيتي العجينة قطعت معاكي اوعي تقلقي، كملي عجن، وبعدين سيبيها ترتاح يا ست الكل. خلاص ارتاحت. هنقطعها دواير دواير كده زي ما تحبي حجمها قطعيها، بس من المستحسن يعني تكون وسط، ولا هي كبيرة ولا هي صغيرة. خلاص، انا هقطعهم واسيبهم برضو يرتاحوا شوية. نرجع بقى تاني لموضوعنا. ليه يا ناهد الناس كلها بتعمل الفطير المقلي بشوية دقيق ومية ويسيبوه يرتاح ويقلوه في الزيت؟ يا جماعة انا كده باكل عيش. كلنا بناكل عيش طبعا. لا انا كده باكل عيش. امال ايه ميزته؟ امال اللي اسمه فطير مقلي. خلاص، يبقى لازم تحطي. حطينا بيضتين، رشة فانيليا، معلقتين 3 سكر، كوباية لبن، ولو عندك بقى كوباية زبادي، لو عندك علبة قشطة. لا، اللبن بتاعي كان دسم وكان مليان قشطة، عشان كده ما حطيتش فيه قشطة. خلاص، بتتفرد معايا بعد ما ارتاحت، بتتفرد بكل سهولة. وخصوصا لما تيجي تولعي على الزيت والمطبخ كده يتحر معاكي او يسخن، هتلاقي العجينة بتتفرد هوا، بتتفرد في ثانية. خلاص. خلاص. خلاص، انا فردتها بالحجم اللي تحبيه. اول 2 كده ما طلعوش اللي هم قوي، انما بعد كده هتشوفوا العجينة اما اتفردت معايا بقى شكلها خطير ازاي، وبقى شكلها حلو ازاي. يا رب تكونوا وصلتوا معايا هنا للفيديو. حطوا لي لايك، وحطوا لي تعليق حلو من قلبكم، واشتركوا في القناة اللي لسه ما اشتركش. اول واحدة كانت صغنونة شوية ومش عجباني قوي. خلاص، حطيت هنا زيت مقلي في طاسة. ما تحطوش زيت غزير قوي، لا حطيه زيت عادي.
واول درجه غليان في الزيت حطي. ايوه هنا خلاص جيت بقى بعد ما العجينه ارتاحت قوي، اتفردت معايا بكل سهوله، وسمكها مش تخين ولا رقيق، شايفين جميله قوي. والزيت ما يكونش بيغلي قوي قوي، يعني يكون لسه في بدايه الغليان تحطي فيه، وتوطي الشعله ما تعليهاش قوي، وهتاخد لون من تحت وتقلبيها ويطلع لونها تحفة ولونها ذهبي. يا جماعة الفطير المقلي ما يتاكلش سخن، عشان خاطري نصيحة من اختكم، الفطير المقلي مش بيتاكل سخن، لازم تسيبيه على الاقل يهدى ساعة او 2. لازم تسيبيه يهدى على الاقل خالص ساعة او 2، بيبقى طعمه خطير 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 وريحته فوق الخيال. شايفين الجمال بتاعه ولونه. الفطير المشلتت غير الفطير المقلي، الفطير المشلتت بيتاكل سخن وكل حاجة، انما الفطير المقلي ما يتاكلش سخن، الفطير المقلي يتاكل بعد ما يهدى خالص، لانه بيتقلي في الزيت، اولا عشان ما يوجعش معدتك، ثانيا عشان تحس بطعمته وحلاوته والسمنة اللي فيه والبيض وكل حاجة. انا ما حطيتش بيكنج باودر، البيض بيرفع معايا. خلاص قلت كده كل الكمية، ما بتاخدش وقت خالص، دقيقة او دقيقتين في الزيت وبتطلعيها، اقل من دقيقتين، وترصيه على مناديل مطبخ عندك، على ورق، على اي حاجة، يتشرب الزيت اللي هيطلع منه، وهو ما بيشربش زيت كتير اساسا، يا دوبك الزيت اللي على الوش بس، انما طعمه خيال. السمنة والبيض واللبن فيه، انت بتاكلي حاجة قيمة، انت بتاكلي حاجة دسمة، مش شوية دقيق ومية هما اللي هيعملوا لنا الفطير المقلي. كده بعد ما خلصت كل الكمية عندي بنص كيلو دقيق، نص كيلو من الدقيق عمل لي الجمال ده كله. يلا قومي تشجعي، قومي الشتا داخل، فرحي ولادك واعملي لهم فطير مقلي، واعملي لهم مخبوزات من قناة ناهد بدر او مسلم. اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه. مع السلامة.